عمرك تخيلت ان في شخص ممكن يتخلى عن حلمه هو السيطرة على العالم من اجل بنت بيحبها؟ اتحول من شخص كل هدفه هو الحروب والنزاعات والمشاكل لشخص يحب الخير ومساعدة الناس، وده كله بسبب بنت تدعى ريشي، واللي اول ما شافها اتسحر من جمال عيونها وشخصيتها الفريدة من نوعها. ومن اول لقاء بينهم كأنه يقول في قرارة نفسه: تاهت عيوني في بحور عيونها واختار قلبي ان يغوص فيغرق، آواه من رمش أحاط بعينها، سهم توغل في الوريد فمزقا. السلام عليكم يا أصدقائي، وأهلا بكم في فيديو دمار، قصة وشخصيات متكاملة وحرفيا نار يا حبيبي نار. وده لأنك في الانمي ده هتعيش معايا كل مشاعر الحياة، هيفرحك وهيزعلك، هينرفزك وهيحمسك، وكل ده في حكاية بطلنا السفاح والقائد القاتل والعاشق الأسطورة أرنولد بن دراغون. فعلشان كده يا صديقي، قبل أن نبدأ تلك الملحمة رزع اشتراك في القناة وصلى على النبي في البداية، اسمع الفيديو للنهاية وهيا بنا نروي لكم أحداث تلك الحكاية. في احدى المعارك الدمويه كان في شخص ماشي وسط الحرب ولا همه، كل الناس عماله تقتل في بعض بكل وحشيه، ولكن ما حدش عارف يقف قدامه، حتى كل ما حد يهجم عليه بيتقتل بضربه واحده وما حدش قادر يعمل معاه اي حاجه. ده كمان بيتوغل في القلعه وبيدخل جوه علشان يقتل الملك وينفذ اللي هو عايزه وينهي الحرب، بس اول ما بيدخل بيلاقي مجموعه من اقوى الحراس واقفين لحمايه الملك ومش هيسمحوا له يوصل له مهما حصل. ولكن اول ما بيشوف اللي وصل عندهم بيكونوا في قمه الصدمه. ده هو الملك ارنولد، اقوى فارس في العالم ولم يستطع اي شخص هزيمته او انه يصيبه. حتى العيال مرعوبين من اللي شايفينه، ولكن ما قدامهمش حل تاني غير انهم يقتلوا. بيهجموا عليه واحد ورا التاني، ولكن على مين؟ ده ارنولد ابن السفاحين. هي ضربه والتانيه والتالته، فين يا حبيبي فين؟ بيقتلهم كلهم بكل بساطه، وما عادش بقى غير اتنين بس، البنت اللي اسمها ريشي والمساعد بتاعها. الاتنين بيهجموا عليه في وقت واحد على امل انهم يصيبوه، ولكن ارنولد بيصد ضرباتهم بكل بساطه ولا بيتاثر، ضربه يمين وضربه شمال ومش عارفين يعملوا معاه اي حاجه. ده كمان بيكسر سيف البنت وبيهجم عليها وكان خلاص هيقتلها، بس في اخر لحظه المساعد بيضحي بنفسه علشان ما تتصابش وبياخد الضربه مكانها. خلاص شكلها دي نهايته. ريش وقتها بتستغل اللي حصل وبتهجم عليه وكانت خلاص هتقتله، بس انت متخيل انه هيموت بالسهوله دي ولا ايه؟ لا والله، الامير بيصد ضربتها بايده وبيغرس السيف في بطنها بالايد الثانيه. البنت خلاص كانت بتلفظ انفاسها الاخيره، بتقول في نفسها دي هي المره السادسه على التوالي يحصل فيها نفس اللي حصل واموت بسببه، بس انا متاكده المره الجايه هقدر اوقف الحرب دي مهما حصل. بس هي تقصد ايه بالكلام اللي بتقوله ده؟ تعال احكي لك. قبل 5 سنين فاتوا تحديدا في القصر الملكي التابع لاحدى الدول، كانت ريشي واقفه في القصر قدام امير البلاد بيقول لها: انت واحده خاينه وما تستاهليش تبقى خطيبه ليا، علشان كده النهارده هفسخ خطوبتي عليكي وهرميكي ورا القصر زي الكلاب. البنت بتتصدم وما بتكونش عارفه هو ليه عمل كده. انا ما خنتكش وما عملتلكش اي حاجه تاذيك، انت ليه بتعمل كده؟ ارجوك اسمعني. ولكن للاسف ما حدش بيسمع لها وبيعمل اللي في دماغه وبيرميها بره القصر. ده كمان ابوها وامها اعتبروها خاينه واتبروا منها علشان جابت لهم العار وسط الناس. البنت يعني بعد ما كانت خلاص هتبقى اميره البلاد بقت مشرده ومش عارفه هتعمل ايه في حياتها دلوقتي. بتفضل ماشيه وهي زعلانه مش عارفه هتروح فين دلوقتي. بتقعد على الارض وخلاص فقدت الامل ومش هتلاقي حد يساعدها او يقف جنبها. وفجاه وهي قاعده بتسمع القافله دي بتقف عندها، بيقولوا لها: مالك يا ست البنات، انت قاعده وسط الشارع وشايله الهم كده ليه؟ الزعيم بيركز معاها وبيعرف من هدومها انها من العيله المالكه، وبيقول لها: انت ايه اللي حصل لك؟ انت هربانه من القصر ولا ايه؟ ولكن البنت بتفاجئهم وبتقول له: بالله عليك يا عم اشتري مني الخاتم ده وخدني للمدينه اللي انتوا رايحين ليها. الزعيم بيستغرب من طلبها وفعلا بيوافق تيجي معاهم علشان عنده فضول يعرف ايه اللي حصل لها. بتركب معاهم فعلا، وهم في الطريق البنت بدات تحكي لهم على اللي حصل لها من طقطق لسلام عليكم. الزعيم بيقول لها: مبروك عليك اللي حصل لك، انت المفروض تبقي في قمه السعاده علشان اخيرا خلصت من القصر ومسؤولياته، بقيتي حره تقدري تعملي اللي انت عايزاه وتحققي كل احلامك. ايه رايك تنضمي لينا واعلمك التجاره بدل ما تفضلي في الشارع مالكيش مكان تروحي له كده؟ البنت بتعجبها الفكره وبتفرح جامد، بتقول للزعيم: انا عاوزاك تعلمني ازاي اكون تاجره، عاوز افيدك بكل اللي اقدر عليه وما بقاش يبقى عليه. وفعلا من اليوم ده بتبدا ريش حياتها الاولى كتاجره مع رئيس تالي، بدات تشتغل في التجاره وحققت نجاحات كبيره، وكمان بدات تحقق احلامها وتلف كل بلدان العالم اللي تتمناها. ولكن كالعاده في اخر بلد بتروحها حصل فيها حرب زي اللي شفناها في البدايه، وماتت ريشي على ايد الملك ارنولد. ولكن يا دوب بتموت من هنا بتلاقي نفسها رجعت لنفس اليوم قبل 5 سنين قدام العارضه وهو بيفسخ خطوبته عليها. البنت مش مصدقه، هو انا بحلم ولا بتوهم ولا ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بتقرص نفسها تتاكد، وفعلا دي رجعت بالزمن 5 سنين. بتكون عارفه اللي حصل وان الامير هيطردها، فبتسيبه وبتمشي من غير ولا كلمه. بعدها بتروح تلم حاجتها وبتقرر تتعلم حاجه جديده في حياتها دي غير التجاره علشان تكتسب خبره اكتر واكتر. وفعلا بتعدي الايام وتفوت السنين وريش تعلمها
اتعلمت الطب وبقت من امهر الدكاتره في العالم، وكمان قدرت تعالج ناس مهمه في الدوله وكان ليها اهميه كبيره. ولكن كالعاده بعد 5 سنين بتموت ريشي بسبب حرب الامير ارنولد. عاشت 6 مرات وكانت كل مره بتتعلم حرفه جديده تساعدها في الحياه اللي بعدها، ولكن بعد اخر مره بتقول انا زهقت من اللي بيحصل دوت، انا لازم الاقي حل اوقف الحرب دي باي شكل من الاشكال. ايه ده، انا سبت الامير ومشيت من طريق تاني غير الطريق اللي خرجت منه كل مره. يلا مش مهم، اهم حاجه نطلع من هنا بسرعه قبل ما يطردوني. ولكن فجاه وهي ماشيه بتخبط في الشخص ده قدامها. اوبا، ده هو الملك ارنولد بشحمه ولحمه، هو ده اللي بسببه كانت بتموت كل مره بعد 5 سنين. البنت من كتر الخوف لما شافته بتترعب جامد وبتبعد عنه. ارنولد بيقول لها مالك كده، انت شفتي عفريت ولا ايه؟ ريشي بتعتذر له على اللي عملته وبتقول له انا اسفه يا سياده الملك، انا بس لسه فاسخه خطوبتي من شويه وعاوز اطلع من القصر بسرعه قبل ما يطردوني. يلا سلام قبل ما يوصلوا هنا. وبتسيبه وتمشي وزي المتخلفه بتنط من الشباك علشان تخرج بسرعه. ارنولد بقى كان واقف وشاف كل اللي حصل واتصدم جدا من تصرفاتها، هو شكله هيعملها ولا ايه؟ في نفس تلك الاثناء ريشي بتخرج من القصر علشان تطلع بره المدينه، ولكن في الوقت ده بتصادف الامير في السكه، واول ما بيشوفها بيروح يتكلم معاها بتكبر كالعاده علشان يذلها قدام الناس. بيقول لها انت زمانك دلوقتي ماشيه في الشارع حيرانه مش عارفه هتروحي فين وما عادش ليكي اي قيمه، بصراحه انت مش صعبان عليا ولا حاجه. بس ريشي ما بيكونش فارق معاها كلامه وبتقول له شكرا ليك علشان بعدت عني، مش عارفه ازاي كنت هقضي بقى عمري مع واحد زيك. الكل وقتها بيضحك عليه والامير بيكون في نص هدومه بيحاول يلم الباقي من كرامته وبيقول لها باين عليكي، اصل شايفك متعوره وهدومك مليانه طين، انت بتقولي كده من كتر القهره مش اكتر. البنت بتقول له واضح، اول مره اعرف ان الزعل بيوسخ الهدوم، وكمان انت مين علشان تحدد قيمتي بوجودك؟ للاسف انا مش محتاجاك علشان محتاجه راجل في حياتي. الواد اول ما سمع الكلام ده وقع على الارض من الصدمه وما كانش عارف يرد عليها. بتقول له اعتقد كده رساله وصلت، يلا سلام دلوقتي، وبتكون سايباهم وماشيه. ولكن قبل ما تمشي واحد بيجي من وراها وكان هيهجم عليها بالسيف بتاعه، ولكن في ثانيه الا ثانيه بتاخد سيفه وبتصد ضربته، وبيكون ارنولد هو اللي عمل كده. البنت بتتصدم بتقول له انت ايه اللي جابك هنا يا عم انت؟ ارنولد بيقول لها كنت عارف انك بنت مش عاديه، انا جيت هنا قدام الناس دي كلها علشان اقول لك بس حاجه. بدون مقدمات بيركع قدامها وبيقول لها انا بحبك، تقبلي تتجوزيني؟ يا حلاوه، شكلها هتلعب ولا ايه؟ البنت كل شويه تاخد صدمه منه اكبر من اللي قبلها ومش مستوعبه اللي بيحصل قدامها. ارنولد راكع قدامها والكل مصدوم من اللي شايفينه، بس انت متخيل بقى انها ترفضه قدام كل الناس دي؟ والله. البنت بتقول له للاسف مش موافقه، يلا بعد من قدامي وسيبنا امشي من هنا بسرعه. ارنولد وقتها بيضحك جامد من اللي عملته، بيقول لها كنت متوقع انك هتعملي كده. البنت بتستغرب، هو انت بتضحك كده ليه؟ وفي الوقت ده بيلاقوا عربيه داخله عليهم، بينزل منها الملك وبياخد ابنه وبيرزعه في الارض قدامهم. بيقول له انا اسف يا سياده الامبراطور لو ابني قال لي الاحترام معاك ولا حاجه، ولكن ارنولد بيقول له ولا يهمك، ابنك ما عملش معايا اي حاجه، انا جيت هنا بس علشان اتكلم مع ريشي شويه. ولكن الظاهر انها رفضت. الملك وقتها بيطلب من ريشي انها تروح معاه وبيقول لها ده طلب اخير مني يا بنتي، اتكلمي معاه بس ال5 دقايق. البنت فعلا بتوافق وبتدخل على القصر جوه علشان تشوف هو عاوز منها ايه. بتقول له انت مالك كده، اللي انت عملته قدام الناس دوت؟ ارنولد بيقول لها بحبك، اول ما شفتك حسيت فيك حاجه مختلفه، لقيت جسمي بيتشدلك ومش قادر ابعد عنك. قلبي كان عاوز يقول لك وقتها ايا حلوه الوجه انت الهدى ومن مقلتيك فؤادي اهتدى، وماذا سيفعل قلب جريح رمته عيونك فاستشهد. البنت بتقول له يا سلام، انا المفروض كده حبيتك بالكلام الحلو ده ولا ايه؟ ارنولد بيقول لها بالعكس، انا حبيت بس اعبر لك على اللي في قلبي والقرار الاول والاخير هيكون ليكي. ريشي بتستغرب وبتقول ازاي كده؟ ازاي الشخص اللي اباد العالم 6 مرات على التوالي يكون بالحنيه ديت؟ معقول انا لو فضلت معاه اقدر اوقف الحرب اللي هتحصل بعد 5 سنين؟ خلاص يا عم انا موافقه اتجوزك، بس بشرط انك مش هتلمس ايدي ولا هتقرب مني لحد ما احس انك الشخص المناسب. ارنولد بيفرح من كلامها جدا وبيقول لها يلا بينا على المملكه علشان ما نتاخرش، وفعلا بيركبوا العربيه وريشي بتروح معاه. بتعدي الايام في الطريق وكانت البنت في قمه السعاده، ولكن فجاه وهم ماشيين في السكه شويه قطاع طرق بيحاصروهم وبداوا يضربوا في الجنود ومحدش عارف يعمل معاهم حاجه. ارنولد وقتها بيخرج لهم وبيقول لريشي خليكي مكانك هنا علشان ما تتاذيش، وبيقفل الباب عليها من بره. ولكن البنت بتكون قلقانه عليهم وبتطلع دبوسه وبتفتح الباب، واول ما بتخرج بتشوف صدمه قدامها. ارنولد خلص على كل اللي قدامه من غير خدش واحد في جسمه. المساعد بتاعه بيقول له ليه نزلت يا سياده الملك؟ مش لازم اي حد يهجم علينا تنزل تشارك معانا. ارنولد بيقول له لا لازم انزل، لو مش علشاني فعشان الجنود اللي اتصابوا دول، لو انا كنت في المقدمه ما كانش حد فيهم حصل له حاجه. وفعلا ريشي اول ما بتشوف الجنود بتلاقيهم مجروحين من كل مكان واغلبيتهم اتصابوا اصابات خطيره. بتروح تطمن عليهم وبتعرف انهم الى جانب الجروح اللي في جسمهم السيوف كانت مسمومه وما عادوش قادرين يتحركوا. ريشي وقتها بتشوف السيف وبسبب خبرتها في الطب في حياتها اللي فاتت بتعرف نوع السم بسهوله. بتقول لهم ما تقلقوش من حاجه، انا هعرف اعمل لكم ترياق يعالجكم. الامير وكل الجنود بيتصدموا وما كانوش مصدقين ازاي واحده ملكيه زيك هتعرف تعمل علاج وتساعدهم. ولكن كلها 5 دقايق والبنت بتستخدم اعشاب من الغابه وبتعمله فعلا. بتيجي علشان تدي لهم العلاج، ولكن بتلاحظ ان الجنود ما كانوش واثقين
واثقين فيها عمالين يبصوا لها وخايفين يستخدموها على جسمهم، ولكن ريشي بتعمل حاجه غريبه، بتجرح نفسها بالسيف ده وبتستخدم العلاج عليها قبلهم. العيال اول ما بيشوفوا اللي عملته بيكونوا مصدومين جدا وفعلا بيوافقوا تعالجهم. بتروح وبتحط الماده دي على الجروح، وبعد ما بتخلص بتروح تقعد مع ارنولد. بيقول لها انا مش عارف اشكرك ازاي على مساعدتك ليا، انا كنت قلقان على الجنود ولكن بمساعدتك ليا طمنتيني عليهم. انا ما بعتبرهمش جنود شغالين عندي والمفروض يحموني، لا انا بعتبرهم اخواتي وكل واحد فيهم بخاف عليه اكتر من نفسي. ريشي بتعجب بكلامه وبتقول له ولا يهمك، اهم حاجه انك بقيت مرتاح، ويلا بينا يا عم علشان ما نتاخرش في السكه. بعدها بيكملوا في طريقهم واخيرا بيوصلوا للمملكه. ريشي كانت في قمه السعاده لانها اول مره تدخل المدينه وكانت مبهوره من جمالها. اول ما بينزلوا ارنولد بيقول لها انت المفروض تباتي في مكان غير هنا علشان ما حدش يعرف شكلك ويسببوا لك مشاكل، علشان كده هيكون القصر القديم هو المكان اللي هتقعدي فيه ويا ريت يعجبك. البنت بتقول له تمام، وفعلا بتروح للمكان اللي قال لها عليه. بتلاقيه مليان غبار وشكله كان مهجور وما كانش فيه سكان من مده طويله. ريشي بتقول مش مشكله، كده كده انا اتعلمت التنظيف في حياتي السابقه والحاجات دي بالنسبه لي عاديه. وفعلا بدا التنظيف في المكان وما هي الا ساعات قليله وبقى زي الفل وما فيهوش عفرايه. وبعد ما بتخلص بتطلع تبص على المدينه والاماكن اللي فيها، ولكن اثناء ما كانت واقفه بتحس بارنولد بيراقبها. بتقول له اطلع انا عارفه انك موجود. الواد بيطلع فعلا وبيقول لها كل مره بتبهريني بمهاره جديده بتخليني اعجب بغموضك اكتر واكتر، انا جيت هنا علشان اقعد معاكي شويه واشوف المكان عجبك ولا لا. البنت بتقول له بكل حماس عجبني جدا وعجبتني المدينه وشكلها وعاوز اعرف حاجات كتيره فيها، المبنى العالي اللي هناك دوت. فبيقول لها دي اكبر مكتبه في المدينه واللي بيجي لها كتب من كل انحاء العالم. طب والمناره اللي هناك ديت؟ ارنولد بيفسر لها وبيفضل يحكي لها عن كل تفاصيل المدينه، والبنت كانت في قمه السعاده. بعدها بيبص لها باستغراب وبيقول لها ايه اللي مخليكي فرحانه قوي كده برغم كل اللي حصل لك، برغم انك بعدت عن اهلك وكل اللي بتحبيهم وما زال الشغف جواكي وما تاثرتيش ولا حاجه، هو انت مش زعلانه ولا ايه؟ البنت وقتها بتفتكر معامله امها ليها لما كانت صغيره وكانت بتعاملها بقسوه جدا. بتقول لها انت مالكيش اي لازمه في الحياه ووظيفتك الوحيده انك تتجوزي الامير وتجيبي وريث البلاد. البنت وقتها بتزعل من كلامها ولكن ما كانتش عارفه ترد عليها وقتها. بتقول انا كنت بخاف ان افقد قيمتي لما اسيبهم وامشي، ولكن دلوقتي نظرتي اتغيرت للعالم، فمهما كانت الحاجه اللي انا بحبها ملهاش لازمه في وجهه نظرهم فبالنسبه لي ليها قيمه كبيره. انا مبسوطه علشان اتحررت من عبوديتهم واعمل اللي نفسي فيه واحقق احلامي، وده طبعا لو انت ما منعتنيش ان احققها. ارنولد وقتها بيقرب منها وبيقول لها وعدك ان هفضل داعم ليكي في كل قراراتك، هفضل معاكي لحد ما تحققي احلامك واحميكي بكل اللي اقدر عليه، بمعنى ان هبقى راجل ليكي مش عليكي، وصدقيني اي حد هيضايقك هتكون دي نهايته. يا حلاوه، ارنولد بنفسه وافق فيها. ده شكلها هتلعب بقى ولا ايه؟ بيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بتصحى ريشي من النوم بتلاقي مساعد ارنولد بيخبط على الباب. اول ما بتفتح له بيقول لها اسف لو صحتك من النوم ولا حاجه، بس في حفله النهارده والملك قال لي اشوف مين الضيوف اللي عاوزه تعزميهم. البنت وقتها بتحكي له عليهم وبتاكد على واحد من التجار وبتقول له الشخص ده انا عاوزه اقابله بعد الحفله. الواد بيقول لها تمام وبعدين بيسيبها وبيمشي. ريشي كمان بتروح للملك علشان تتكلم معاه، واول ما بيشوفها كان في قمه السعاده وفرحان جدا بوجودها. بيفضلوا يهزروا مع بعض شويه وبعدين بيمسك ايديها وبينزلوا للحفله. بيكونوا عازمين كل الناس المهمه في البلد وكل واحد جايب بنته معاه على امل انها تعجب ارنولد ولا حاجه، ولكن ارنولد بيفاجئ الكل وبيقول لهم انا عارف انكم مستغربين سبب الحفله وكمان مش عارفين مين البنت ديت، انا حابب اعرفكم عليها واقول لكم ان دي هي ريشي مراتي المستقبليه. الكل بيتصدم وكل البنات كانوا متضايقين جدا. بعدها بيتقدموا سوا وسط الناس بكل ثقه، بيشغلوا حمو بيكا وبتبدا الحفله. بيرقصوا سوا هما الاثنين وبالامانه كانوا ثنائي ما بيهزرش. ريشي بتكون سرحانه في تفاصيله وبتقول اخر مره كنت قريبه منه كده لما كان سيفه شاقي بطني وقتلني، مش عارفه انت ليه بتعمل كده ولكن هفضل جنبك واوريك الطريق الصح دايما. بيخلصوا الرقصه بكل حرفيه والكل بيهتف باسمهم. بعدها بتطلع ريشي للبلكونه وارنولد بيلحقها. بيقول لها انا عاوز اسالك بس عن حاجه، واحنا بنرقص سوا من شويه حسيتك بتتخيلي شخص تاني غيري، شخص اقوى مني بمراحل وشكلك معجبه بيه جدا. البنت بتتصدم من قوه ملاحظته وما بتكونش عارفه تقول له ايه وقتها علشان كانت بتفكر فيه هو، ولكن بعد 5 سنين من دلوقتي بتتوه في الموضوع وبتقول له لا يا عم انا بس استغربت مين اللي عمل لك الندبه اللي في كتفك ديت. الواد اتصدم، انت ازاي قدرت تلاحظي الندبه ديت؟ بيكشف صدره فعلا وبتكون ندبه نتيجه عده طعنات بالسيف وكان شكله هيموت وقتها. ريشي بتلاحظ ان ارنولد باين عليه الزعل وشكل الندبه دي بتفكره بحاجه مش بيحبها. بتقول له يا عم مش مشكله، اهم حاجه انك بقيت كويس دلوقتي ويلا سلام علشان في ضيوف هستقبلهم. وفعلا بتسيبه وبتروح تجهز نفسها وبتروح تقابل الشخص اللي طلبت تشوف. الراجل فعلا بيوصل وبيطلع انه التاجر تالي، اول شخص ساعدها في حياتها الاولى وعلمها التجاره وخلاها تثق في نفسها. البنت بتفرح اول ما بتشوفه جدا ولكن هو ما كانش فاهم هي عاوزه منه ايه بالظبط. بيقول لها ازيك يا سياده الاميره، انا بس مستغرب ليه واحده زيك طلبت تشوف تاجر متواضع زيي. ريشي بتقول له علشان عاوزه اتعاون معاك، انا عارفه انك عندك خبره كبيره علشان كده عاوزه اتعاون معاك وننشر السلع المستورده في كل انحاء المملكه، ومش بس كده لا عاوزك تشرف على كل حاجه واي حاجه
تخص حفله زواجي وكل حاجه هنحتاجها من طقطق لسلام عليكم. سالي بيكون مستغرب، بيقول لها معلش بس لو مش هتقل عليكي في الاسئله، ليه كل العروض ديت واشمعنى تاجر متواضع زيي؟ للاسف انا شخص جاي من الارياف ما بقبلش بالحاجه السهله، ده غير ان مش شايف ان هقدم لك حاجه مفيده مقابل اللي هاخده، علشان كده برفض طلبك باحترام وبيسيبها وبيمشي. البنت بتتصدم من اللي قاله لها ولكن ما بتستسلمش وبتقول مهما كان هقدر اقنعك وهعمل اللي في دماغي. كمان 5 سنين شركه اريا دي هتبقى اكبر شركه تجاره في العالم ومحدش هيعرف ينافسها، انا لازم ابقى معاه من البدايه. بعدها بتروح تزرع شويه في الارض وبتفكر هتعمل ايه علشان تقنعه يشاركها في التجاره. بتفتكر ذكرياتها معاه في حياتها الاولى وبتعرف طريقه تقنعه بيها، ولكن علشان تهرب من الحراس اللي بيحموها وتروح للمدينه بتقول لهم انا تعبت وهروح انام، ما تشغلوش بالكم بيا، استريحوا هنا وما تقلقوش مش هيحصل لي حاجه. وفعلا الحراس بيسمعوا كلامها وبيسيبوها وبيمشوا. في الوقت ده كان تيلي رجع لاصحابه في الحانه اللي بيقعدوا فيها، ولكن اول ما بيدخل بيتفاجئ بريشي قاعده تشرب مع اصحابه. بيستغرب انها موجوده وبيقول لها خير، انا لسه رافض عرضك من ساعتين فاتوا، ايه اللي خلاكي تيجي هنا ومصممه ان اتعاون معاكي للدرجه دي؟ البنت بتقول له للاسف الاستسلام مش موجود في قاموسي، انا ما اتعودتش عاوز حاجه ويتقال لي لا عليها، علشان كده انا جيت هنا وعاوز اتفاوض معاك. بص يا سيدي الناس، انا عارفه انك بتقول ان شراكتك معاه مش هتفيدك باي حاجه، وان ازاي واحده ملكيه زيي هتبقى بتفهم في التجاره والحاجات دي اصلا، علشان كده انا هثبت لك العكس من وجهه نظرك. انا هبدا تجاره على احد المشاريع ولو نجحت فانت هتثق فيا وتتعاون معايا، ايه رايك في الكلام دوت؟ تالي بيقول لها انت عجبتيني، علشان كده انا موافق اساعدك وانصحك نصيحه، لو ما فتحتش عينك وانت بتشتري البضاعه. ريشي بتكمل وبتقول له هتتسرق محفظته وهو بيدفع الثمن. الرئيس وقتها بيتصدم انها حافظه المثل بتاعه وبيعجب بيها اكتر من الاول. بعدها ريشي بتودعه وبتقول له خد العلاج ده اديه لاصحابك اول ما يصحوا من النوم وما تسالنيش ايه فايدته الا لما تجربه. وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبعد ما بترجع للقصر بتدخل من البلكونه علشان محدش ياخد باله، ولكن هوبا بتلاقي ارنولد قاعد مستنيها. بتتصدم اول ما بتشوفه وما بتكونش عارفه تقول ايه وقتها. ارنولد بيقول لها انا مستغرب من اللي بتعمليه دوت، الى جانب ان التاجر البسيط ده رفض شغلك، اتنكرت ورحت تقابليه في نص الليالي، انت ايه غايتك من اللي بتعمليه دوت؟ البنت بتتاسف له وبتقول له انا غلطت وعارفه غلطي، انا دلوقتي خطيبتك وممكن اي تصرف غلط يضر بسمعتك قدام الناس، علشان كده انا اسفه من اللي عملته. ارنولد بيقول لها كلام الناس ده مش في دماغي، ما تخافيش علشان انا بثق في قراراتك، بس كنت خايف لا يحصل لك حاجه في الطريق، انا مديلك وعد ان هحميك ومش هسيب حاجه تحصل لك، علشان كده المره الجايه لما تيجي رايحه للمدينه انا هبقى معاكي. البنت بتستغرب وبتكون في قمه السعاده من كلامه، انت ازاي بتتعامل معايا بالطيبه دي كلها؟ ارنولد هو كمان بيقول لها مش هتقولي لي اتفقتوا على ايه ولا هتفضلي مخبيه عليا؟ بتقول له تمام يا عم تعالى احكي لك. وفعلا بيقعدوا وبتحكي له كل حاجه، وانها لازم في خلال اسبوع تكون نجحت في التجاره وحققت مبيعات كبيره في البلد دي علشان تالي يثق فيها. ارنولد بيشجعها وبيقول لها انا واثق فيك وعارف انك ليكي غايه من اللي بتعمليه دوت، اعملي كل اللي انت عايزاه، بس انا عاوز اطلب منك طلب بعيد عن التجاره، لو اخويا الصغير جالك وحاول يتكلم معاكي بعيد عنه وما تديلوش وش، انا مش عايزك تتكلمي معاه نهائي. وبعدين بيسيبها وبيمشي. البنت ما بتكونش فاهمه هو قال لها كده ليه، وبتقول يمكن في مشاكل بينهم ولا حاجه، ولكن بعد عده ايام بتكون رايحه تكمل زراعه في الجنينه بتاعتها، واول ما بتوصل بتتفاجئ بواحد نسخه مصغره من ارنولد نايم هناك. الجنود بيقولوا لها مالكيش دعوه بيه، ارجعي حالا وما تتكلميش معاه، ولكن الاميره ما بتسمع لهمش وبتدخل هناك علشان تكلمه. الواد بيعرف لها عن نفسه وبيقول لها انا تيودو اخو ارنولد الصغير، اتشرفت بمعرفتك، جيت هنا بس علشان اقول لك ان في مشكله في التربه، تعالي هنا علشان اوريها لك. وفعلا البنت بتروح واول ما بتقرب منه بيوطي صوته وبيقول لها انا عاوز انقذك، ابعدي عن الامير بسرعه علشان هو بيستغلك، انت مش فاهمه حاجه دلوقتي علشان كده بعيد عنه بسرعه قبل ما يأذيكي. وبس كده يا ست ريشي، دي مشكله التربه بتاعتك، همشي انا دلوقتي. البنت وقتها بتتصدم، ازاي اخوه بيقول عليه الكلام دوت؟ ما كانتش فاهمه حاجه وفي تساؤلات كتيره في دماغها. بعدها بتكون راجعه للاوضه هي والجنود وبتقول لهم انا عاوز اسالكم بس حاجه، هو العلاقه بين ارنولد واخوه الصغير كويسه ولا في مشاكل ما بينهم؟ الجنود بيقولوا لها للاسف دي حاجه مش هنقدر نجاوبك عليها. البنت بتقول لهم تمام وبترجع لاوضتها، ولكن اول ما بتدخل بتلاقي رساله قدامها، بتاخدها وبتقرا اللي فيها وبتتفاجئ انها من تيودو. بيقول لها لو عايزه تعرفي حقيقه الكلام اللي قلته لك فتعالي للقبو دلوقتي هتلاقيني مستنيكي. وفعلا على طول بتنزل تحت وبتلاقي الواد ده قاعد مستنيها وكل ملامحه بتوحي بحاجه مش تمام. بتقول له مساء الخير، يا ترى ايه اللي خلاك عاوز تشوفني في الوقت المتاخر دوت؟ تيودو بيقول لها علشان خايف عليكي، عاوز احكي لك عن اخويا اللي انت هتتجوزيه. ارنولد ده سفاح، لو دخل كاس العالم كان هياخد البالون دور من ميسي، صادق، لو دخل التمثيل كان هيعدي شاروخان، صادق، لو دخل المعركه بيقتل اي حد قدامه وما بيفرقش مع راجل ولا ست، صادق، لو دخل التلخيص كان هيلخص احسن من هركليز، لا في دي كداب، بلاش تدخل معاه في عداوه، خلينا حبايب واصحاب. ريشي بتقول له برغم كل اللي انت قلته عليه ولكن ما زادش في عين اللي جماله وحبيته اكتر واكتر، وجهز نفسك علشان هو جالك بنفسه اهوت. وفعلا ارنولد بيدخل والواد كان في نص هدومه، ايه ده اخويا وصل؟ ده انا كنت لسه
لسه في سيرتك وبقول انك طيب وابن حلال وهتحافظ عليها. ارنولد بيقول له انا قلت لك خليك بعيد عنها، ولكن انت عملت اللي في دماغك وجيت تسوق سمعتي. انا مش هكلمك علشان انت اخويا الصغير، بس يلا امشي من قدامي علشان ما ارجعش في كلامي. وفعلا الواد بيسيبه وبيمشي وبيقف ارنولد يتكلم مع ريشي. البنت بتقول له ليه يا ارنولد؟ ليه كل الناس والشعب وحتى اخوك بيقولوا عليك مفتري وما بترحمش حد؟ هو انت ليه مش عاوز تحسن من صورتك قدامهم؟ فبيقول لها يمكن علشان دي الحقيقه، لو انت شفتيني في ساحه المعركه هتشيلي فكره طيب دي من دماغك. الظاهر اني كنت طيب زياده معاكي علشان كده مش قادره تصدقي كل اللي بيتقال قدامك. بيخنقها وبيقول لها خلاص دلوقتي اللي لازم تشوفي فيه الوش التاني، انا لازم اعذبك علشان ترجعي عن اللي في دماغك وتعرفي انا ابقى مين. ريشي بتقول له انت زوجي المستقبلي، مهما حاولت تبين قسوتك قدامي عمري ما هخاف منك. انا موافقه انك تعذبني بس صدقني مهما عملت فيا هفضل مصدقه باللي حاساه جوايا وانك انسان طيب. ارنولد بيضعف من الكلام ده وبيقول لها مش عارف ايه الثقه ديت، كل ما ابص في عينك احس بعزيمه تهد جبال وكانك واقفه في ساحه معركه بتحاربي لاخر نفس علشان تفضلي معايا. بيقرب منها وبيقول لها انا بحبك برغم كل الناس اللي حواليا، انا مش عاوز حد غيرك. البنت وقتها بتتكسف خالص وبتقول له ما تقلقش يا عم انا مش هسيبك وهفضل معاك دايما. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم كانت ريشي بدات تعمل المشروع بتاعها اللي هتعرضه على رئيس تالي. استخدمت اعشاب طبيعيه ومزجتهم مع بعض وحطت مثبت وعملت منها مونوكير، كان شكله جامد جدا وفيه لمعه ومفيش زيه في اي مكان في العالم. بتجربه على اول ناس وهم الخدم بتاعها وكانوا في قمه السعاده منه. وبعد ما بتخلص كل حاجه بتطلب تقابل الرئيس تالي علشان تعرضه عليه وتشوف هل هو موافق يساعدها ولا لا. وفعلا الرئيس بيقابلها واول ما بيشوف اللي هي عملته بيقول لها الفكره دي جباره، انت ازاي عملت منتج جديد وبالجوده العاليه ديت؟ يلا يا ابني جهز الناس علشان ده منتجنا اللي هنسوق له دلوقتي. ولكن ريشي بتقول له استنى انا عندي شرط الاول. بتطلع له الورقه دي وبتقول له دي ورقه فيها الحد الادنى لاجور العاملين في المدينه، راتبها كويس والكل مبسوط بيها، ولكن من ناحيه تانية في ناس ما تقبلوش في وظيفه اصلا ومفيش عندهم دخل ثابت ولا اي حد يساعدهم. المنتج بتاعنا ده المواد اللي بستخدمها في صناعته بسيطه ولكن بيحتاج عماله كتيره، علشان كده كل المصانع اللي هنبنيها هتكون في الاحياء الفقيره علشان الناس اللي فيها يلاقوا شغل ويعرفوا يعيشوا. تالي بيقول لها انت مفكراني الشيخ وفارق معايا الناس دي والمفروض اعمل كده علشان اكسب ثواب ولا ايه؟ وكمان لو الناس الفقراء هم اللي اشتغلوا فيه هيبقى متوفر ليهم وبكده هيفقد قيمته والاغنياء مش هيشتروه. انت ازاي ما فكرتش في حاجه شكل ديت؟ ريشي بتقوله ما تقلقش انا فكرت في كل حاجه، علشان بدل ما ادور على الزباين اللي هيشتروا المنتج بتاعنا لا انا هعملهم بنفسي. فلو كل فرد من عيله فقيره اشتغل هيجيب فلوس وهيحسن حالتهم الماديه، وده بدوره هيخليهم قادرين يشتروا من عندنا. ومش المنتج ده بس، لا ده اي حاجه تانية هنسوق لها هيشتروها. ولا انت ايه رايك في الكلام دوت؟ تالي بيقول لها حلو وكل حاجه بس للاسف برغم ان كلامك منطقي ولكن انا مش موافق بحاجه شكل ديت، تحسين الاجور والفقراء والحاجات دي مش اهتماماتي. البنت وقتها بتزعل من اللي قاله وبتقول له ما كنتش عاوز استخدم الورقه دي بس للاسف مفيش حل تاني قدامي علشان اقدر اقنعك. اول ما بتحط الورقه دي قدامه والواد بيقراها بيكون في قمه الصدمه. بتقول له اريا، الى جانب انها اسم شركه التجاره بتاعتك ولكن ده برضه نفس اسم اختك الصغيره مريضه في السرير وانت ما سبتش دكتور في العالم الا ورحت له ولكن بدون اي فايده وحالتها ما كانتش بتتحسن. يسعدني اقول لك ان اعرف اصنع العلاج اللي بدوره ان شاء الله هيعالج اختك وهترجع زي الفل تاني. الواد بيتصدم مش مصدق الكلام اللي قالته، انت مش دكتوره ولا بتفهمي حاجه في الطب ازاي اثق في كلامك؟ البنت بتقول له فاكر الدواء اللي سبتهولك في الحانه؟ اسال صحابك لما شربوه ايه اللي حصل لهم. المساعد ده بيقول انا كان عندي صداع لما فوت ولكن الدواء اللي انت جبته فعلا عالجني. ريشي بتقول له الدواء ده انا اللي عملته وده اوضح اثبات على صحه كلامي. ها قلت ايه؟ تالي ملامحه بتتغير بيبان عليه الزعل فجاه وبيقول لها بالله عليك عالج اختي الوحيده، خلاص الموضوع ما عادش واقف ان اقبل بيكي، لا ده انا اللي بترجاكي تساعديني. ريشي بتقول له لا يا عم ما تترجانيش، انا ما عملتش كده علشان استغل نقطه ضعفك واخليك تساعدني وتشترك معايا، بس دي الطريقه الوحيده اللي كان ممكن اثبت لك بيها، اثبت لك ان زي ما انت بتحب اختك في ناس في الاحياء الفقيره نفسهم يشوفوا عيلتهم بسعاده. وشكرا يا عم علشان قبلت العرض بتاعي. الزعيم وقتها بيقوم وبيركع قدامها بيتاسف على كل اللي عمله وبيقول لها انا كنت اناني وما بفكرش غير في نفسي ولكن شكرا ليك علشان فوقتيني من اللي انا كنت فيه ويلا سلام علشان هبدا في مشروعنا من دلوقتي. وبعدين بيسيبها وبيمشي. ولكن بعد ما بيمشوا البنت كانت خلاص جابت اخرها من كتر الارهاق وانها ما نامتش بقالها كام يوم. المساعد والخدامه بيجوا علشان ينقلوها لاوضتها وهنا كانت الصدمه. البنت بتفوق بتلاقي نفسها محبوسه في اوضه في بيت مهجور. ده كمان بتبص قدامها بتلاقي تيودو واقف وبيضحك ضحكه كلها خباثه. بيقول لها انا كده هنفذ اللي في دماغي، انا رايح دلوقتي لارنولد وحقق اللي انا عايزه اخيرا. وبعدها بيقفل الباب عليها وبيمشي. البنت كانت قاعده ومش فاهمه اي حاجه هو ليه بيعمل كده وايه هدفه من الاساس. ولكن فعلا كان تيودو وصل عند ارنولد علشان يتكلم معاه. بيقول له انا خطفت خطيبتك ريشي وبكلمه مني هيقتلوها.
انت ما قدامكش غير انك تنفذ اللي هقوله لك دلوقتي. انا عايزك تتنازل عن الحكم وابقى انا ملك الدوله. ارنولد مش متفاجئ وقاعد يسمعه في صمت تام. بيسيبه يقول كل اللي في نفسه، وبعد ما بيخلص بيقول له انت متاكد انك حابس ريشي ومشدد عليها في الحراسه صح؟ تيودو بيقول له اكيد، ده انا ربطت ايديها وحابسها في طابق عالي علشان ما تخرجش من الشباك، وقافل عليها الباب من بره الى جانب الحراس الكتير اللي بيراقبوها. ارنولد بيقول له طب بص كده. الواد بيبص وبيتفاجئ بريشي فاتحه عليهم الباب وداخله. تيودو مصدوم من اللي شافه. انت وصلت هنا ازاي؟ معقوله حد من الجنود خني ولا ايه؟ البنت بتقول له لا يا عم مش زي ما انت فاكر، فعلشان تخطف حد بحقه حقيقي وما يعرفش يهرب منك لازم تتاكد من مهاراته الاول، والاحسن انك تربطه كويس في عمود علشان ما يعرفش يفك نفسه ولا حاجه، وده طبعا وانت سايب حارس ولا اتنين يراقبوه في الاوضه اللي هو فيها. انما كل اللي انت عملته كان مجرد لعبه بالنسبه لي. ده حتى الجنود اللي انت سبتهم يراقبوني كانوا ضعاف جدا وما خدوش معايا الا دقيقتين وخلصت عليهم. كان كل ما حد يهجم عليا ببعده بضربه واحده وهربت منهم في ثواني. للاسف انت فشلت تخطف بنت بريئه زيي. الواد اتصدم من اللي سمعه، عرف انها بنت مش عاديه وعندها مهارات كتيره. بيبص لهم بكل رعب وبيقول لهم مش مشكله، يلا اعملوا فيا كل اللي انتوا عايزينه. ولكن ريشي بتكمل كلامها وبتقول له انت ليه عاوز تبين نفسك وحش قدام اخوك وسكان المدينه؟ على فكره انا براقبك من فتره كبيره وعرفت كل اعمالك الخيريه ومساعدتك للناس المحتاجه، وبرضه عارفه نيتك الحقيقيه علشان انت ما بتكرهش اخوك ومش همك الحكم ولا اي حاجه من ديت. انت اكتر واحد بتحبه وكمان عملت كل ده علشان تساعده وتقف جنبه. فبسبب المعارك اللي ارنولد اتسبب فيها اخر فتره الناس متضايقه منه وبيقولوا عليه وحش والكل بيخاف منه. انت خايف الناس تتقلب عليه ويولوك للحكم مكانه، علشان كده انت خطفتني وكنت عاوز الخبر ينتشر في المدينه وتبقى خاين والكل يكرهك. انت طيب مش زي ما باين عليك يا تيودو. الواد اتصدم من اللي سمعه، عارف ان كلامها كله صح ولكن بيحاول ينكره علشان اخوه ما يعرفش الحقيقه. ولكن بكل برود ارنولد بيقول له كل اللي انت عملته ده مفيش منه اي فايده. لو شايف انه محتاج مساعدتك فروح شوف دكتور عيون احسن لك. ريشي بتتصدم من معامله ارنولد القاسيه مع اخوه، وتيودو بيسيبهم وبيمشي وكان زعلان جدا من اللي قاله له. بيطلع على سطح بيت مهجور كده وبيقول لي اخويا بيعاملني بالطريقه ديت، ده هو قدوتي وانا بحاول اعمل كل حاجه علشانه ويستفاد مني باي طريقه. بيفتكر لما كان في احدى المخيمات اللي بتعالج المصابين من الحروب وكان عمال يساعدهم ويوفر لهم كل اللي محتاجينه، ولكن فجاه بيهجم عليهم مجموعه مجرمين وكانوا يقتلوا المساعد بتاعه. بس تيودو برغم انه كان صغير بيقف قدام المجرمين بكل شجاعه وبيحاول يمنعهم يوصلوا له. المجرم اول ما بيشوفه وهو واقف قدامه بيتضايق جامد، بيرفع سلاحه وكان خلاص هيقتله. بس على مين؟ ده اخو ارنولد التنين. ارنولد بيوصل في اخر لحظه وبيقتلهم بضربه واحده قبل ما يحصل له حاجه. بعدها بيبص له وبيقول له انا بحييك على شجاعتك وانك حاولت تحمي المساعد بتاعك برغم قدراتك ديت، ولكن خلي بالك من نفسك بعد كده واياك يحصل لك حاجه. انا مش عايز اخسرك، ومن اليوم ده وانا بحاول افيده باي طريقه ممكنه. في نفس الوقت كانت ريشي بتعاتب ارنولد على معاملته وبتقول له على فكره اخوك بيحبك، لو فضلت تعامله بالطريقه ديت احتمال يأذي نفسه باي حاجه. صلح من اخطائك يا ارنولد علشان ما يجيش يوم وتخسره وترجع تندم على كل لحظه قضيتها وانت بعيد عنه. بعدها بتسيبه وبتروح علشان تشوف تيودو وتخفف عنه هو كمان. بتطلع فعلا واول ما بتشوفه بتلاقيه في حاله لا يحسد عليها وفاقد الامل نهائي. بتقول له مالك يا تيودو، انت ليه بتعمل كده وايه اللي مخليك حاسس بالتقصير كل دوت؟ الواد بيقول لها طول حياتي وانا كده ماليش اي 30 لازمه، كل حاجه ارنولد هو اللي بيتحمل مسؤوليتها وانا ما بعملش اي حاجه. كان نفسي ابقى مفيد ليه مره واحده في حياتي واقدر اساعده، ولكن حتى دي فشلت فيها. علشان كده مفيش احسن من الحل اللي هيريحني وهيخليني على الاقل احس اني عملت الصح قبل ما اموت. بينط على السور ده وبيقول لها سلام. بيقول لارنولد اني بحبه جدا. البنت بتحاول تجري عليه وتلحقه ولكن من كتر الارهاق ما بتقدرش تتحرك من مكانها. الواد بيرمي نفسه وبيقع من فوق وخلاص شكلها دي نهايته. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الواد بيقع من فوق ولكن في اخر لحظه بيلاقي ايد بتمسكه. بيكون مين؟ هو نفسه ارنولد. بيطلعه هوب بيديله قلم محترم علشان يفوق من اللي هو فيه. بيقول له ايه اللي انت بتعمله دوت؟ عايز تموت نفسك؟ عايز تسيبني في الحياه دي من غير ظهر؟ اذا كانت حياتك مش فارقه معاك، ولكن انا هعمل ايه من غيرك؟ فكر كويس، مين هيخلي باله من عيلتي ويبقى ظهري في غيابك؟ انا قلت لك قبل كده وبكررها لك تاني، خلي بالك من نفسك وياك يحصل لك حاجه. انا مش عايز اخسرك يا تيودو، انا مش عايز اخسرك يا اخويا. الواد اول ما سمع الكلام ده بيجهش بالبكاء، بيعيط من قلبه. بيقول له انت لسه فاكر اليوم ده؟ انت لسه فاكر اللي قلته لي يومها؟ انا كنت مفكرك نسيت كل حاجه حلوه بينا. ارنولد بيقول له طبعا فاكره. مين متخلف هيعرض حياته للخطر علشان المساعد بتاعه غير خنزيرنا الصغير؟ انت اكتر واحد بحبه في الدنيا دي يا تيودو وانا مش عايز اخسرك. الواد وقتها بيضحك وكان في قمه السعاده. جمال والله. ريشي وقتها كانت شافت كل اللي حصل وكان
كانت في قمة السعادة هي كمان، ولكن من شدة التعب ما قدرتش تستحمل واغمى عليها. وقعت بين ايدين ارنولد وتيودو ما كانش عارف ايه اللي حصل لها. الواد بيعتذر من اخوه بيقول له اللي حصل ده كله بسببي، لو ما خطفتهاش ما كانش زمانها وقعت دلوقتي. كان رايح يجيب الدكتور ولكن ارنولد وقفه بيقول له دي نايمة بس وهترتاح شوية وهتكون زي الفل. بيشيلها بين ايديه وبياخدها للبيت وبتعدي الساعات وريشي اخيرا بتفوق. ما كانتش فاكرة اللي حصل امبارح كويس، وبتلاقي ارنولد قاعد جنبها واول حاجة بتسأل عنها هي تيودو، هل هو كويس ولا حصل له حاجة؟ قال لها لا يا ست ده زي الفل كله تمام، بس انت لازم ترتاحي دلوقتي علشان تبقي كويسة. خدي كمان الرسالة دي هو كتبها لك بنفسه. ريشي بتمسك الرسالة وبدأت تقرأ محتواها. تيودو بيعتذر منها على كل حاجة وحشة عملها معاها وبيقول لها انا اسف علشان خطفتك، علشان اذيتك، واتمنى تسامحيني. انا عارف ان اللي عملته غلط ولكن متأكد انك هتسامحيني علشان قلبك طيب، وكمان عارف انك خايفة ليكون حصل لي حاجة، بس ما تقلقيش انا كويس. انا بس حبيت اطمنك عليا واعرفك دلوقتي ان انا بعتبرك اختك الكبيرة، ولو احتجت اي حاجة في المستقبل فانا بمثابة اخوك الصغير وهكون جنبك دايما. مع السلامة. وبتخلص الرسالة على كده. البنت فعلا بتتأثر من كلامه، كانت فرحانة ودموعها بتنزل على خدها. ارنولد بيسألها مالك، والبنت قالت له لا يا عم مفيش حاجة، انا بس فرحانة ان علاقتكم بدأت تتحسن ويا رب دايما تفضلوا كده. الواد بيقول لها تمام وبعدين بيمشي. وبعدها ريشي بتطلع تقابل تيودو وبتتكلم معاه، بتشكره انه سمع كلامها وبدا يطور الاحياء الفقيره زي ما قالت له. والواد بيقول لها كله تحت السيطره ما تقلقيش، العمال شغالين بكل حماس وانا بشرف عليهم بنفسي. بيشكرها هو كمان حق ما حسنت علاقته مع اخوه. والبنت قالت له لا ولا يهمك، انا اللي المفروض اشكرك، بس اياك مهما حصل اياك تفكر تنهي حياتك، انت دلوقتي اخويا الصغير زي ما انت اخو ارنولد بالظبط. الواد بيتفاجئ من كلامها ولكنه ما بيديش اي ردة فعل تجاه الكلام اللي قالته. وبعدها ريشي سابته ومشت. بتروح تتفق مع الخدم على كل حاجه في دماغها وبعدها بتطلع على ارنولد. كان قاعد بيقرا رساله جايه له من المملكه اللي جنبهم، بيقراها من هنا وبيتصدم من محتواها. ولكن لما ريشي بتدخل عليه وبتساله مالك ما بيرضاش يقول لها وبيخبي عليها. بيقول لها لا مفيش حاجه، بس هو ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ البنت بتقول له تعالى معايا كده وانت تفهم كل حاجه، اخوك تيودو عامل مصيبه تحت وانت لازم تحط حد اللي بيحصل ده. والله صدقتك انا كده بقى، وعلى فكره بقى هو قايل لي على كل حاجه، بس انا هعمل نفسي معرفش وهتماشى مع مخططاتك دي لان بصراحه دماغك عجباني. وبالفعل بيطلع من المكتب وبتمشوا سوا وبتاخده على القصر وبتفاجئه بالاوضه اللي جهزتها له. ارنولد بيفرح جامد وبيشكرها، لكن ريشي وقتها طلبت منه طلب غريب جدا. بتقول له انا عايزه منك خدمه قد كده، وهي انك تعلمني المبارزه الملكيه اللي بتستخدمها انت والفرسان في المعركه. انا عارفه انها حاجه سريه ولكن مش هسيبك مهما يحصل غير لما تعلمهاني. ارنولد اتفاجئ من كلامها، انت ازاي عارفه بالحاجات دي؟ على كل حال انا هسبقك على تحت، غيري هدومك وتعالي ورايا. بتغيرها فعلا وطريقه التدريب كانت مختلفه شويتين، ايديهم مقيده بالسلاسل ومحطوطه ورا ظهرهم، وكمان عينيهم متغميه ورجلهم محميه بالحديد علشان لو حصل لهم حاجه في المعركه ما يتاثروش ويفضلوا يقاتلوا حتى لو رجليهم اتكسرت، عينيهم اتفقعت، ايديهم اتقطعت، وما يتاثروش باي حاجه. يبدا التدريب وارنولد متفاجئ من قوه ملاحظه ريشي كالعاده. بتقول له لو انا فزت هطلب منك طلب هتحققه لي ايا كان هو ايه، وفي المقابل لو انت كسبت فهحقق لك واحده من امنياتك. بيقول لها اتفقنا، والبنت بدون مقدمات بتهجم عليه، بتحاول تصيبه ولكنها مش متعوده تقاتل بالشكل ده، على عكس ارنولد اللي كان متمكن جدا منها. بيفادي هجماتها ببراعه وبيقول لها هو ده اخرك ولا ايه؟ جبت لي خيبه امل وبصراحه كنت فاكرك امهر من كده. ريشي وقتها بتدرك سبب خسارتها في المرات اللي فاتت وبتعرف الفرق ما بينهم كويس، ده ازاي كنت هقف قدام الوحش ده من الاساس. بتهجم عليه من تاني والمره دي حركتها اتحسنت. جنود ارنولد كانوا متفاجئين من سرعه تطورها، وفجاه البنت بتشوف قدامها ارنولد بتاع زمان، بتعرف تفادي اول هجمه ليه والواد بياخد باله، بيشك في حاجه جواه، بيهاجمها من الاعلى وريش كانت متوقعه انه هيعمل كده واتفادتها بسهوله. ايوه فدي نفس الحركه اللي هزمها بيها زمان وقتلها في الموتة الخامسه. ارنولد بياخد باله وبيقول لها انت لسه بتفكري فيه ولا ايه؟ نفس الشخص اللي شغل تفكيرك وانا معاكي، مش هتقولي لي بقى هو مين؟ واللي هو ما يعرفوش ان هو نفسه في المستقبل. قالت له انا قلتها لك مره وهكررها تاني، انت اقوى حد اعرفه يا ارنولد. الواد ابتسم لها وقال لها طب تعالي.
بتنطلق عليه بسرعه خاطفه وبتتبادل معاه الهجمات وبتفتكر الطريقه اللي قتلها بيها وبتحاول تقلد حركته، لكن هوبا ارنولد اللاعب بيطير سيفها بيقول لها انا كده الفايز صح، بس عاش عليكي والله، فانت اقوى من معظم الجنود عندنا وما كنتش اتخيل انك قويه قوي كده، وبخصوص الطلب اللي انا عايزه فمش هقوله دلوقتي لا. البنت بتقول له تمام وبترجع على القصر من تاني، وخدمتها بتعرفها ان الصندوق ده وصل لها من شركه اريات تجاريه وصاحبه اكد انك تستلميه بنفسك. ريشي بتفتحه وبتلاقي زي التنكر اللي طلبته، والبنت كانت في قمه السعاده، بس هي ناويه على ايه بالظبط؟ ولكن بيخلص اليوم العادي على الهادي، وتاني يوم تبدا تمارين الفرسان الجديده. العيال كلها بتتحمس فشخ، ومن بينهم بنشوف ريشي وهي متنكره كواحد من الجنود الذكور. يا بنت المجنونه، وبيتضح انها راحت لتيودو وطلبت مساعدته وقالت له انت كنت من كام يوم كده قلت لي اني لو احتجت حاجه اجي واطلبها منك صح؟ اعتبرك اخويا الصغير مش كده؟ قال لها مظبوط، انا قلت كده، في حاجه ولا ايه؟ بتعرفه هي عايزه ايه، وتيودو بيقول لها انت كده بتستغليني بشكل خاطئ، وكان ممكن تقولي لارنولد هو يعين لك مدرب خاص بدل ما تتبهدلي كده. البنت قالت له لا، فمهما كان المدرب اللي هيجي ده هيكون خايف منه، مش هيطلع كل اللي عنده علشان خايف عليا وان خطيبه ارنولد، علشان كده انا مش عايزه اي قيود تمنعني. الواد حاول يقنعها من شماله، وبرضه البت اللي في دماغها بتخلص التمارين بالفعل، وبعدها بتقعد تريح شويه. بيدخل عليها زميل ليها من بلده مجاوره اسمه فريتز، بيتعرفوا على بعض، والواد بيقول لها على احلامه وانه انضم للتدريبات علشان يكون فارس اسطوري زي ارنولد بالظبط. الراجل ده بيسمعهم، وريشي اول ما بتشوفه بتتعرف عليه، فهو ده يبقى الكونتفاين حارس الشمال واحد اكثر الرجال الموثوقه بهم من قبل الامير ارنولد. بس وبعد 3 سنين هتحصل حاجه غريبه، وهيتعلن انه مجرم خطير وسيتم اعدامه. الراجل لاحظ كويس انها مركزه معه وبدا يسالها هو في حاجه ولا ايه؟ ولا انت ازاي شكلك عامل كده؟ كل بروتينات واتغذى كتير الفتره الجايه علشان هيطلع عينك في التدريبات معايا من بكره. العيال بتتصدم، ولكن ريشي مش بتدي للموضوع اي اهتمام. وفي الوقت الحالي بتدخل المخزن ده تغير هدومها وبتدخل القصر من غير ما حد يحس بيها. نينجا انت يا ريشي اقسم بالله. بتقابل الامير ارنولد، والواد بيميل عليها وبيقول لها قابليني بكره الساعه 2 الظهر الى جانب البوابه الغربيه، وخلي بالك وانت جايه لحد يشوفك. البنت بتستغرب في الاول، ولكن بتقول له تمام. يمر الوقت سريعا، وتاني يوم ريشي بتقابله وبيروحوا سوا المحل الست دي اللي بيعمل لهم تحدي بسيط كده، وهو انهي حجره من دول مزيفه. ريشي بتركز شويه في الاول وبتقول له معرفش بصراحه، بس اديني ادوات تقييم وانا اعرف لك كل حاجه. الملكه بتتفاجئ من طلبها، ولكنها بتنفذه وبتديها الادوات. ريشي فعلا بتقدر تعرف بناء على خبرتها من حيواتها السابقه ان كل الاحجار دي مزيفه. الملكه بتنبهر جدا وبتقول لها ما توقعتش صراحه انك تطلبي ادوات تقييم، انت اول واحده تعمل كده. وقتها ريشي ادت لها العبره اللي بجد، ان ما فتحتش عينك وانت بتشتري البضاعه هتتسرق محفظتك وانت بتدفع الثمن. يا بنت اللعيبه. الملكه والامير ارنولد اتفاجئوا من مهاراتها، ووقتها بيطلعوا لها الاحجار الحقيقيه علشان تختار واحد منهم، وبتختار الحجر ده واللي بنفس لون عيون الامير ارنولد. ولما بيخرجوا البت بدات تكلمه بجديه وتقول له انت مستني حد مش كده؟ هو انت مستني مين بالظبط؟ بيقول لها مظبوط، بس ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ ردت عليه وصدمته بقوه ملاحظتها. قالت له ساعه ايدك كنت بتبص فيها كل شويه وكانك مستني حاجه او حد معين يجي لك. ارنولد فعلا مبهور من ذكائها، وحكى لها كل حاجه من اول طقطق للسلام عليكم. الشخص اللي مستنيه فعلا وصل، وكان كاين ابن الامبراطور من المملكه المجاوره ليهم، مملكه كيولو. مملكه صغيره الى جانب انها غنيه ومشهوره باحجارها البراقه، الا ان الشتاء مقيدها وبيمنع شغلهم وتجارتهم اغلب شهور العام. وجاي علشان يزور ارنولد ويبارك له خطوبته بدل ابوه لانه مريض شويه ومش هيقدر يجي بنفسه. الواد ده خبيث جدا، وارنولد حس منه بحاجه مش تمام. ولكن بعد 5 سنوات مملكتهم هتتدمر بسبب الامير ارنولد. الواد بيتعرف على ريشي وبيغازلها بشويه كلام معسول، وده اللي خلى ارنولد يغير وعاوز يقتله. ريشي بتاخد بالها وبتقدر تتدارك الموضوع وتمشي الدنيا، وبياخدوه على اوضته الملكيه. ارنولد بيعرفها انهم هيعملوا حفله ترحيب بيه بكره، والحفله هيكون كلها اشخاص مهمين، بس اهم 2 هناك هم الامير كاين والكونتفاين. ريشي اول ما بتعرف ان فاين جاي الحفله بتتصدم، فهو كده ممكن يعرف حقيقتها وان هي نفس المتدرب المستجد شو. يا حلاوه. يا ترى هتعملي ايه يا ريشي، خصوصا بعد مقابلتك الاولى ليه؟ هل ممكن يتعرف عليها ولا هينشغل بالشرب والاحتفالات والكلام الفارغ ده؟ هنعرف قدام كل حاجه. بعدها بتخرج تعتني بالحديقه، واذ فجاه تلاقي اللي داخل عليها بيقول لها انت شبهي بدرجه كبيره كده ليه؟ ريشي فورا بتتعرف عليه، وده لانه معلمها في احدى الحيوات الست الماضيه وساعدها كتير توصل للي هي عاوزاه. بيقرب منها والحراس بتقول له عندك يا عم الحاج، هو انت فاكرها زريبه ولا ايه؟ دي الاميره يا عمنا، ومش مسموح لها تقابل الغرباء خصوصا لو كانوا مشبوهين زيك كده. ولكن ريشي بتهديهم وبتتكلم معاه. بيسالها عن المواد المستخدمه في صنع المونوكير الوردي ده،
ده، والبنت فعلا بتعرفه. وفي وقتها بيبص على الاعشاب اللي كانت بتجمعها وقدر يعرف حاجه صدمت ريشي حرفيا. بياخدها بعدها وبيقابلوا الامير كاين وبيعرفوا عليها. دي يا عم هي ريشي خطيبه الامير ارنولد وملكه البلاد المستقبليه، الى جانب انها تكون تلمستي الفتره الجايه. كاين بيتصدم كده، ولكن بيعرفوا ان ريشي عملت علاج لحالته ضروري يجربوا عليه، ودي الحاجه اللي صدمته بيها في الحديقه من شويه. ريشي بتشرح لكاين عيوب الدواء اللي صنعته واللي بيكون عيبين. الاول ان نكهته مقززه وطعمه مقرف تقريبا، والعيب الثاني ان الدواء ده ما اتجربش على حد قبل كده وانت هتكون اول واحد يجربه. وبعد اللي سمعته ده هل هيكون عندك مشكله؟ قال لها لا. فبالنسبه للطعم المقرف ففي مثل قديم بيقول لك لازم تدوق الحادق علشان تستمتع بجوده الطعام الحلو، وكان قصده على المرض يا صديقي. فالموضوع مش بالاهميه اللي انت متخيلها، لا اصلا ما فيش قدامي حل تاني. فلو طلع سيء مش هتحصل حاجه، يعني كده كده هموت بعد فتره. بياخدوا فعلا وبيبلغهم انه بدا يشعر بتحسن. بعدها بيروح علشان يرتاح، واستاذ ريشي الجديد واللي اسمه بيكون ميتشل هار بيدي لها الكتيب اللي فيه ابحاثه ما حدش قدر يفهمه قبل كده. ميتشل كان متوقع انها مش هتفهم محتوياته، شكلها شكل البقيه، ولكن البنت بان عليها علامات الانبهار. وايوه دي فاهمه كل حاجه. ميتشل مصدوم، ولكن دي ريشي يابا هو انت لسه شفت حاجه؟ ريشي بتقرا شويه في الكتاب وبتفتكر المركب اللي اختلفوا عليه في الماضي قبل كده، وقبل ما تقول اي حاجه بيتدخل ارنولد وبيقاطع حديثهم. بياخدها معاه، وبينما هم نازلين على السلالم تنظر ريشي في عين ارنولد وعلى طول تفتكر كلام معلمها. بتعرف ساعتها ان ارنولد هو الشخص المطلوب. الواد هو كمان بيلاحظ استغراقها في التفكير وبيسالها، فبتقول له لا يا عم ما فيش حاجه. وتعدي الساعات وريشي بتجهز نفسها للاحتفال كمان ساعتين. بتجهز فعلا وبتاخد كل احتياطاتها علشان اللي كنت فاين ما ياخدش باله منها، وبتسلم على الامير كاين. وبكده خلاص خلصت واجباتها السياسيه. بتاخد الاذن منهم بالمغادره وبتقف هنا علشان تحدد مكان اللي كنت فاين، واللي باستخدام خبرتها من حيواتها السابقه بتقدر تتجاهل كل شيء محيط بيها لحد ما بتوصل ليه. بتنزل تسلم على الحضور وبتفادي مقابلته ببراعه، وده علشان ما يعرفش حقيقتها. كل شويه كمان بتطمن على مكانه، لكن وفي احد المرات بتشوف كاين وارنولد ماشيين مع بعض، وباين من ملامحهم الجديه التامه وشكل في ان في الموضوع. البنت بتروح وراهم وبتستخبى هنا وبتستمع لحديثهم واللي كان بيتمحور كالاتي. الامير كاين بيطلب من ارنولد حمايه مملكته في مقابل انه يحصل على المجوهرات والاحجار الكريمه من كيولو بكثره، لانه زي ما انت عارف فكيولو مملكه تجاريه ولكن قوتها العسكريه صفريه وتكاد تكون منعدمه. بيقول له ساعدني في حمايه شعبي ومملكتي، وخد اللي انت عاوزه من موارد واحجار كريمه زمرد وكريستال زي ما انت عايز. صدقني مش هنقصر معاك في اي حاجه. ريشي عرفت انه بيكذب. قالت في بال خيالها ليه كده بس؟ لو كنت قلت الحقيقه كان ممكن يوافق على مساعدتك. ارنولد طبعا بيرفض وبيقول له انت هتشغل دماغك عليا يا ابن الفاشله، فانتاجكم من الاحجار الكريمه والموارد قل بشكل كبير في الفتره اللي فاتت، ومش كده ولا ايه؟ كاين اتصدم، حاول يبرر لارنولد سبب كذبه عليه وجاء رده الصادم. بيبص له بكل غضب وبيقول له بدل ما تحالف مع دوله اخرى ضعيفه زيك كده ففرض سيطرت عليها واحتلالها هيكون مكسب اكتر ليا. كم انت قاسي يا ارنولد، فعلا انت ما بترحمش. لا بيسيبه ويمشي. وريشي وقتها وعرفت ان ده اللي هيحصل بالفعل اول ما ارنولد يتولى الحكم ويصبح الامبراطور بعد فتره. ايوه بتقول بعد 5 سنين بالظبط هتدخل المملكتين في حرب مميته والنتائج هتكون كارثيه، موتى وجرحى في كل مكان، وستبات كيولو بكامل شعبها على ايد السفاح ارنولد. يا الهي، المئات بل الالاف من الابرياء واللي مالهمش ذنب في اي حاجه هيموتوا بسبب ارنولد وطمعه في الحكم. فبعد ال5 سنين دول ارنولد هيكون بمثابه ملك الدمار لهذا العالم. فيا ترى يا ريشي هتقدري توقفيه ولا ده طوفان محدش يقدر عليه؟ وفي الوقت ده كمان بيرجع كان على اوضته وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بتكون ريشي في تدريباتها مع المستجدين وتلاقي مفاجاه قدامها. ايوه ده هو ارنولد بشحمه ولحمه. الواد ببراعته قدر يتعرف على ريشي وياخدها على جنب. البنت حاولت تتوه معاه ولكن ده ارنولد يا بت بتعترف قدامه وبتعرفوا انها عملت كده علشان خاطر تتدرب وترفع قوتها ومهاراتها بدون قيود. كانت متوقعه انه هيتضايق عليها وهيعاقبها، لكنه بيقول لها مفيش مشكله، اهم حاجه تخلي بالك من نفسك، ارتاحي وياكي حد يعرف هويتك الحقيقيه زي ما انا عرفت كده. قالت له ما تقلقش. وراحت بعدها غيرت هدومها واتقابلت مع كاين. بتدي ادويه وبتعرفوا انها سمعت محادثته مع الامير ارنولد، والراجل قال لها يا دي النيل على الحظ المنيل ده، حتى انت شفتيني وانا في الوضع المحرج ده انا ما عرفتش اقول له اي حاجه. البنت قالت له ما فيش احراج. لا وبالمناسبه دي انت مش عاوز تعمل معايا تحالف ولا ايه؟ كاين في الاول استغرب ولكن ريشي اكدت له بانها هتفاجئه ومن خلال التحالف ده هتقنع ارنولد يتحالف معاها. بس يا ترى البنت دي بتفكر في ايه؟ الواد طبعا ما كانش قدامه حل غير انه يوافق وقال لها انا هعمل كل اللي انت تطلبيه. بتخلص محادثتهم على كده وبتروح تتكلم مع العالم ميتشل
ميتشل بعدها وبيقول لها انه مهتم بارنولد وعاوز يلتقيه. ريشي اتصدمت بالفعل اللي كانت خايفه منه حصل، لان في حياتها التالتة عرفت خطته وخطوره المركب الكيميائي الاسود اللي بيصنعه. حاولت تغير من رايه الاف المرات، ولكن برضه ميتشل ما سمعلهاش، واللي في دماغه في دماغه. بيطلب منها تسيبه يقابل الامير ولكنها بترفض بشتى الطرق. بتخرج ريشي من عنده وهي بتفكر في طريقه تمنع اللقاء بينهم ارنولد وميتشل. فهل هتقدر يا ترى؟ مش بتلحق تخلص كلامها وتلاقي تيودو بيشدها بيقول لها ايه حلوه في ايه؟ هو ارنولد كشف تنكرك بالسهوله دي ولا ايه؟ ريشي بتتفاجئ وهو قال لها ان عنده خدم استثنائيين بيراقبوها وبيوصلوا له الاخبار اول باول. بتقول له انت قلت لي قبل كده لو احتجت حاجه اجيلك مش كده؟ قال لها انا قلت كده، عاوزه ايه تاني؟ فبتطلب استعاره خدم لفتره مؤقته. وتيودو اول ما بيعرف اللي فيها وان الموضوع ضد اخوه طبعا بيوافق. تعجبني يا تيودو، انت اهم حاجه عندك مصلحه اخوك والدوله دي شكلها هتولع الفتره الجايه، بس ما علينا. المهم ان في وقتها بنشوف العالم ميتشل وهو واقف على سطح القصر بائس حزين بيكلم نفسه وبيفتكر طفولته ومعاناته منذ الصغر، وذلك لاتهامه بحاجه ما كانش ليه ذنب فيها. فامه ماتت وهي بتولده، وابوه رباه وكل سنه في ذكرى وفاتها بيعايروا بموتها وبيتهموا انه كان السبب في وفاتها. بيقول له انت حظ النحس، انت مجرم ولازم تموت. بيسيبه عايش ولا بيسال فيه سواء كان جعان او عطشان، ما كانش بيعمل له اي حاجه. وفي وسط الوحده دي الواد لقى صديقه الوحيد الا وهو الكتاب. بدا يقرا كتاب ورا كتاب، وفي مثل هذا السن الصغير بان للعالم قد ايه الواد ده عبقري وذكائه يتخطى حدود المنطق والثبات. ابو اول ما لاحظ كده بعته للمختبر علشان ينمي الموهبه دي، والواد فعلا انجازاته ظهرت من اول شهر ليه. لكن بدافع من ماضيه الحزين وغضبه الشديد تجاه ابوه العلماء اللي كانوا بيستغلوه من ساعه ما اتولد، اخترع المركب الكيميائي الاسود ودمر المختبر وقتل الجميع. قتلهم بدم بارد بدون ما يشعر بذره ندم. يا ابن المجنونه. من ساعتها وتم تلقيبه بالشينيجامي او بمعنى جالب الموت. بيقول هي الحياه كده، انا فعلا زي ما الناس قالت عليا انا شينيجامي. بيفوق من ذكرياته ويلاقي ريشي جنبه. اول حاجه بتساله اذا كان ناوي فعلا يدي المسحوق الاسود للامير ارنولد. قال لها ايوه. فالامير ارنولد شبهي بالظبط، فكلانا ولد لتدمير هذا العالم اللعين. اوبا. ريشي ما كانتش عارفه تعمل ايه وقتها، ازاي تقنع الاستاذ ميتشل من الاساس، لكنها بترجع لاوضتها تدون كل اللي حصل معاها واللي ناويه تعمله، وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم كان ميتشل ماشي في المدينه كالعاده، واتباع تيودو بيراقبوه بيوصلوا لاصحابنا المعلومات اول باول، والوضع كان ماشي سلس وطبيعي جدا جدا. الا وفي احد الايام بيدخل الاستاذ ميتشل لمكان مغلق مشبوه. التبع بيدخل وراه علشان يكمل ملاحقته، بس هوبا بيرمي عليه الازازه دي بيطلع منها غاز منوم وباي باي يا معلم. فميتشل مش سهل لا. وفي نفس هذه الاثناء بتقعد ريشي والامير كاين مع ارنولد لمناقشه امر التحالف بين المملكتين من تاني. لكن ارنولد قبل ما يبداوا كده قال لهم انا ما عنديش وقت اضيعه، خدوا بالكم كويس، فمش عاوز اسمع نفس الكلام مرة تانية. قالوا له ما تقلقش. بدأوا يتكلموا معاه ويقنعوه بأهمية التحالف بينهم، وإن ذكاء الحرفيين في كيولو هيكون نافع جدا للمملكة. فالعضلات والقوى العسكرية لمملكته لو توجت بذكاء وعبقرية وثروة كيولو هيعملوا إنجازات مبهرة وحاجات تفوق الوصف. قالوا له ها قلت إيه؟ ولكن ده أرنولد البيه طبعا ما عجبوش الكلام، وقال له زي ما قلت لك قبل كده لا فائدة ترجى من مملكة فقدت كل قوتها، فبدل ما تحالف معاكم فالاستيلاء عليكم وفرض هيمنتي بالقوه هيكون احسن بالنسبه لي. وانت بدل ما تفكر في طريقه تقوي بيها مملكتك سمعت كلام حته بنت لا تعرفك ولا تعرفها وخليتها تلعب بيك زي ما هي عايزه. صح بجد انت شخص عديم الكرامه. ريشي اتصدمت من ردة فعله، حاولت تحل الموضوع ولكن فجاه بيتدخل تيودو وبيتحدثهم بطريقه ساخره. بيلقي التحيه وبيغمز لريشي 3 غمزات، وده معناه ان في مشكله لازم تتحل. ايوه ده باين له كده ميتشل عامل حاجه ولا ايه؟ ريشي بتستاذن هي كمان وبتنصرف على الفور، وكاين طبعا استغرب انت بعتيني ولا ايه يا ست الكل؟ يا عم ربنا يتولاك. ارنولد بيعتذر منه على عدم احترام اخوه زوجته المستقبليه ليه، ولكن انا ما عنديش وقت ليك تاني، انصرف من قدامي. كاين بيتصدم جدا ونلاقي الاربعه دول داخلين ومحاصرينه من كل اتجاه. هو انت هتعملها ولا ايه يا عم ارنولد؟ لكن نسيبه نروح لريش اللي تيودو بيعرفها عن سبب حاله الطوارئ، واللي هي كشف ميتشل اللي اتبعه وهروبه منهم والكلام ده. ريش اتفاجئت بالفعل، فهي ما كانتش تتوقع انه هيكشف الاتباع المتميزين بالسرعه دي. كانت حيرانه جدا وشايله هم انه يقابل ارنولد ويدمروا العالم سوا، فالاتنين دول هيعملوا دويتو ملوش حل، زي القفل والمفتاح بالنسبه لدمار هذا العالم. فالشخص ده هو اللي هيصنع الديناميت واللي هيستخدمه ارنولد في تدمير العالم واحتلال البلاد. لكن في نفس
الاثناء دي العالم ميتشل بيسلم نفسه للجنود، وتيودو وريشي بيعرفوا بمكانه وبيروحوا يقابلوه فعلا، وريشي بتتكلم معاه بتحاول تعاتبه ولكن ده مش سامع اي حاجه. لا، فاللي شافه من قسوه واضطهاد في طفولته ما اثر عليه ومش قادر ينسى لحد الان. عدت 27 سنه من وقت تفجيره للمختبر وما نساش لحظه واحده بس من اللي حصل وقتها. يا ميتشل فكم عانيت وانت في مثل هذا السن الصغير. ريشي بتقرب منه ولكن الحراس بيحذروها، فالمعلم بعد ما سلم نفسه اعترف لهم بالعمليه الارهابيه اللي هيعملها هنا في المدينه. ايوه، في تمام الساعه 6 مساء هينفجر احد الاماكن بواسطه المسحوق الكيميائي الاسود الديناميت الجبار. ريشي اتغاظت منه، قالت له اللي انت بتحاول تعمله ده دي كارثه بالفعل، انت كده هتتسبب في موت ناس ابرياء مالهمش ذنب في اي حاجه. هل هتعمل كل ده بس علشان ارنولد يسمع عنك ويقبل يتكلم معاك؟ ارنولد على فكره مش شرير، لا ده العكس تماما، والله ده اطيب شخص انت ممكن تقابله في حياتك. وكانت بتحاول تستعطفه على امل انه يتاثر ولا حاجه، ولكنه رد بكلامه المعتاد: انا ما اتخلقتش علشان اكون طيب، لا انا شينيغامي، والهدف وراء انبعاثي في هذا العالم ليس الا لالحاق الضرر بسكانه وجلب الدمار. وارنولد كمان شينيغامي زي بالظبط، برر بعدها سبب اللي هو بيعمله ده، واللي كان ببساطه: لو انت دلوقتي زبون وعاوز تشتري من عندي بضاعه، هل هتشتري اي حاجه اديها لك؟ لا بالعكس، تبقى مغفل. فانت الاول لازم تعرف هي ايه، وهو اللي عملته انا بقى نفس الشيء ولكن بالعكس. فلو عرضت على ارنولد يتعاون معايا وقلت له على المسحوق الاسود، ممكن يرفض ببساطه، وده لانه ما شافش قدرات المسحوق ده. اما بعد الساعه 6 دلوقتي فهو هيعرف كل حاجه عنده، وانا طبعا خلاص سلمت نفسي للحراس زي ما انت شايفه. عليك ده انت مهووس بالتدمير لدرجه لا تصدق يا جدع، انت بجد انت ازاي حقير قوي كده؟ لكن الراجل وقتها ما هموش كلامه وفضل يراقب ساعته، بيقول لها فاضل دقيقه واحده بس، دقيقه واحده وتوصل الساعه 6 المكان كله هينفجر. لكن وقتها تيودو بيوصل للمكان وبينادي على صاحبته، بيقول لها كله تمام يا ست البنات. البنت اخيرا هديت وشكلي في حاجه في دماغها، بتفتكر كلامها مع زمان وبتروح عليه، بتقرب منه وبتقول له جايز كنت تلمستك لفتره قصيره، لكن اقدر اقول لك وكل ثقه انه حتى اخطر السموم تقدر تجلب السعاده والشفاء الى حياه البشريه. وافتكر كمان ان في خيميائي قدير زيك كده قال لي في الماضي ان لو فشل العالم في وضع جميع متغيرات التجربه فالنتيجه دايما هتكون الفشل، وانا بقى المتغير اللي ما عملتش حسابه يا استاذي العزيز. ميتشل اتصدم كده والساعه وصلت 6، بيبص للمدينه وهو مستني الانفجار بفارغ الصبر، لكن تفتكر ان ده هيحصل يا زماله؟ لا لا لا، ده استحاله. بوم، ونلاقي العاب ناريه بتضرب في الجو وشكلها مبهر لابعد الحدود. ازاي ده حصل بالظبط؟ ميتشل نفسه لسه مش مصدق. هو انتم عملتوا ايه بالظبط؟ ليه المكان ما تفجرش زي ما كان متخطط ليه؟ ما المنظر المبهر ذاك؟ وما الذي اراه في السماء؟ هل ده نفسه المسحوق الاسود اللي انا صنعته لاباده البشريه؟ ريشي ردت عليه وقالت له ايوه، ده نفس المسحوق اللي انت صنعته ولكن ضفنا عليه بعض اللمسات. شفت بقى ازاي؟ شفت ازاي بقى ممكن حاجه يكون هدفها التدمير تفيد البشريه؟ انت عارف استاذي زمان قال لي ان النار بيتغير لونها لو حاطين عليها معادن مميزه، علشان كده انا شايف الخير جواك اللي انت مش شايفه. ميتشل مصدوم من كلامها، ازاي واحده تثق فيا الثقه دي كلها؟ فعلا اخيرا اقتنع، سالها وقال لها انت ليه بتعملي كده؟ ليه مصممه تساعديني؟ قالت له انا مش بعمل ده عشانك، لا ده انا بس طبقت كلام معلمي السابق وقال لي ان اردت انكار بحث شخص ما فعليك ان تاتي بالنواتج كدلائل مضاده له. يعني كان لازم اثبت لك انك ممكن يكون في خير ولكن انت مش قادر توصل له. وطبعا يا صديقي الكلام ده هو نفسه اللي كان قايله لها زمان. بتنفجر بعدها عده انفجارات في المدينه والناس كلهم بينبهروا بيها، تيودو، الحراس، الخدم، وحتى الناس في الشوارع كلهم قالوا يا حلاوه الجمال اللي ظهر في السما ده. ميتشل بيشكر ريشي وبيعتذر منها على اللي هو عمله، وجمال اقسم بالله. لكن هل الموضوع هيعدي بالساهل كده؟ لا والله. فالكونت فاين بيحضر على المكان وبيأمر الجنود باعتقاله بسبب انه هدد امن المملكه وسلامتها بقوله انه هيعمل عمل ارهابي في المدينه. وفين؟ في مملكه الامير ارنولد. ده انت ليله ابو قطين يلا. تيودو حاول يتدخل ولكن الكونت فاين منعه. لسه هيتكلم وهوب ويلاقي الاسد حضر للمكان. ارنولد دخل عليهم بكل ثقه وبيقول لفاين سيبه بقول لك. فهو كان بس بيستعرض اختراعه الجديد علشان يقنعونا بالتحالف معاهم، وعلى ما يبدو فهم نجحوا بالفعل. يا حلاوه. ريشي والامير كاين حرفيا مش مصدقين، بيروح على ميتشل علشان يشكره والراجل كان هيقول له الحقيقه، بس ريشي غمزت له قالت له لا الموضوع ده
ده سر ما بيننا. بعدها بتروح على ارنولد ولسه هتتكلم معاه علشان تشرح له. قال لها انا عارف كل حاجه، عارف انه كان ناوي على شر، ولكن انت منعتيه بطريقتك الخاصه، ولكن ما حبتش المشاكل تكون على الملأ والامبراطور يعرف باللي حصل. بس ما تقلقيش ما تقلقيش، هقتله في السر ومحدش هياخد باله. ولكن البنت قربت منه كده وفهمته كام حاجه. الواد طبعا بيوافق من كلامها، راجل او يلا. المهم يعني بيخلص اليوم على كده، والتاني يوم بتقدم العلاج والادويه دي للامير كاين وبتودعه علشان يرجع مدينته. كذلك بتقابل العالم ميتشل وبتودعه على امل انها تشوفه في القريب العاجل. وبعدها بتروح تجيب خاتم الجواز بتاعهم من محل الست وبتدخل على ارنولد المكتب بتاعه. بتقف قدامه والواد بيقول لها مش شرط تخافي مني، لا لو انت عايزه ترفضيني فما عنديش اي مشاكل. لكن ريشي بتتعصب عليه، قالت له لو اتقدمت لي بطريقه مناسبه فاحتمال افكر اوافق. ارنولد طبعا بيقوم بيقول لها لو كانت دي رغبتك فتمام انا ما عنديش اي مشكله. بيقعد على الكنبه دي وهوب بيركع قدامها، بيبوس ايديها وبيقول لها انا ما كنتش عارف اني بحبك، ولكن عندما اغمضت عيني كي يراك فؤادي فسمعت آهاتي عليك تنادي، ادركت اني في هواك متيم وعرفت انك غايتي ومرادي، فهل تقبلين الزواج مني؟ هي دي فيها كلام، طبعا موافقه. بيلبسها كمان الخاتم وجمال جمال والله. ومن هنا بتنتهي حكايتنا، حكايه ظريفه لذيذه على القلب خفيفه. اتمنى تكون عجبتكم. وبس كده بقى، لو انت وصلت لحد هنا انزل اشترك في القناه علشان تشوف كل جديد، واكتب لنا في التعليقات ايه اكتر لقطه عجبتك في الحكايه. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.